من قرية الرصافي كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. تفضل يا شو قلت لي بدك تقول لي قصة أهلا وسهلا. فيما يخص أحداث 7 الشهر 7/3. في البداية بيترحم لأرواح شهدائنا اللي راحوا بالضيعة من أطفال وشباب ونساء، من جملتهم زوجتي وبنتي وأطفالها وابن أخوي. ثواني، الشهداء مين؟ مرتي وبنتي وأولادها وابن أخوي، أطفال عمره 2 و4 سنوات و6 سنوات في البداية. ثاني شيء بدي وجه كلمة للرئيس الشرع. تفضل. بدي اوجه كلمه للرئيس الشرع. نحن اول ناحيه ما كنا مقاتلين، وانا واحد الناس هاي الضيعه وهي المصياف كلها تشهد ضد اي قتل وضد اي اهانه لانسان. وبامكان الامن العام هون بمصياف يسال عني. لما بدت الاحداث انا مزرعتي كان في اكثر من 3 عائلات من ادلب. بالضيعه عنا نحكي اكثر من 20 عائله من ادلب، نطعميهم ونسقيهم ونحميهم وما نخلي حدا يمسهم. هاي المناطق الغربيه من السنديني لنقير لوادي العيون كان في تنسيق معي انا تحديدا، انه بحيث اي مواطن جاي من حلب واللي من ادلب انه ممنوع حدا يمسه. وبالدليل القاطع انا بثبت لك اياها بالدليل القاطع. زملائي لهلق من ادلب من الشام ما صار انه والله الكراهيه انه طفل يجوا يذبحوه ويقتلوه. هذه شغله عجيبه. طيب يا سيد الرئيس، انت ما شفنا اي تحقيق لهالموضوع هذا. ما السبب يعني؟ ما السبب؟ قتلت اطفالنا، تشليح بيوتنا، حرق سياراتنا، شو السبب؟ تاني ناحية بدي وجه كلمة لاخواننا السنية وهي كلهم موجودين بمنطقة مصياف. شفتوا كراهية من اهالي الرصافي الكم؟ جماعة البدو اخوتنا واصدقائنا واهلنا، بحياتنا قطعنا العلاقات معكم. نحن عدور لما كان بالشر بطيخ كنا نروح لعند بعضنا ونجي. شفتوا اي اهانه لواحد منكم؟ ما كنا نفوت على بيوتكم وتفوتوا على بيوتنا بكل محبه واخلاق. طيب ليش هالتصرف هذا؟ ليش هالحقد؟ يعني الحقد هذا ليه؟ نحن انبسطنا لما انه الثوره فاتت وصار في رئيس جمهوريه والحياه صارت حياه حلوه. الخضره رخصت، الدولار نزل، صار الواحد كان بالبيت 4 زلم يشتغلوا لحتى ياكلوا، صار زلمه يشتغلوا وياكلوا. بس توصلنا يا سيد الرئيس انه ينذبحوا اولادنا ببيتنا. ما صارت. ما صارت هي، ما صارت ولا اي شيء. شو اسماء الشهداء؟ قلت لي زوجتك شو اسمها؟ زوجتي مريم ابراهيم ادرا. وكنتك؟ بنتي ميلانا محمد عموري. والاطفال؟ ابن اخي بشار. نعم. عموري. اولاد ابني يحيى وزي والصغير ما الله يرحمه، الصغير عمره 2 سنين. طيب شو السبب؟ هاي قدامي ذبحوهم، شو السبب؟ طيب مين هلا اذا بتعطيني مال الدنيا كلها حق فرنكين. نحن كنا قلت لك لما اللي كانت الثوره كنا كل مواطن بيجي لعنا من ادلب بنحطه بعيوننا التنتين. مزرعتي قلت لك هي الشاب ضيعه كلها كان فيها 4 عائلات بعزين الاحداث، 4 عائلات من ادلب. اخر شيء شفت الامور رح تأزم، بعتهم سياراتهم على بيوتهم. انا هي بالدليل القاطع. اسال زملائي بالقريتين هيك اللي موجودين بالرحيبي بالقلمون. بدي اقول لك شغله صارت معي بالسنتين بال 2014 يا سياده الرئيس. ابن زميلي من الجبي اسمه محمد، ابو بيو اسمه ابو محمد الجباوي معروف، تاجر سجاد. الساعه 12 بالليل بعت لابنه الدواء لشرقي حما. 12 بالليل اللي بعت معه الدواء واللي بيقول لي مرضان وتعبان. رحت حكيت معه الساعه 12 بالليل قلت له هراب وروا لبيتكم. وهي في شهاده للاثبات. بس نحن بكل محبه ما يذبحونا. ما صارت يا سياده الرئيس. الله يرحمهم، عظم اجركم. بنتمنى يكون في امن. يعني اللي صار صار ان شاء الله. بس بنتمنى يكون في امن. اقل ما يمكن. نحن ما فينا ما نطلع من البيت، ما فينا ما ناكل، ما فينا ما نشرب، ما خلوا شيء. لا الحجر حرقوه. الحجر على مستوى الحجر حرقوه. ان شاء الله بيرجع الامن والامان. ان شاء الله. ان شاء الله بتعود المحبه والسلام بين الناس، وبنرجع كلياتنا شعب واحد وقلب واحد باذن واحد. ان شاء الله يا رب ان شاء الله.